المفروض ان الاب هو مصدر الامان، لكن اللي بنسمعه اليومين دول يشيب. مصدر الامان ما بقاش امان. المفروض ان كلنا عارفين ان البنت حبيبة ابوها، لكن النهاردة مش هنسمع اي حاجة لا عن الامان ولا الحب. كلنا سمعنا عن الاب اللي حبس بنته 1.5 سنة في اوضه من الطين وعمل لها حفره في الارض زي الحيوانات. ده حتى يا شيخ الحيوانات ما بتعملش كده مع عيالها لحد لما ماتت. لكن ايه اللي يخلي اب او ام يضربوا عيالهم ويعذبوهم؟ الدراسات العلميه اثبتت ان الطفل اللي اتربى على الضرب او شافه في البيت بيتعلم ان الضرب وسيله طبيعيه للتربيه، والنتيجه بتكون انه لما بيكبر ويتجوز بيكرر ده مع اولاده من غير وعي. فتاة بتستغيث بسبب والدها، انقذونا منه، قفل علينا الشقة وبيقول لازم حد فينا يضيع النهارده. حضرته مش متحمل اي مسؤولية عننا كلنا، وده طبعا مش كفاية بالنسبة له، لازم يكسر فينا كل يوم بطريقة مختلفة. فطبيعي تطلع اجيال ما بتتفهمش غير بالضرب مع زوجاتها واولادها. واحنا في مجتمعاتنا العربية الام لما بتشوف عيالها بيتضربوا بتلاقيها راحت للولد وبتقول له ما تزعلش، ابوك ضربك عشان خايف عليك وبيحب. لا يا شيخ انت كده صلحتيها يعني. ونتيجة الكلام ده الطفل بيفهم ان الضرب تعبير عن الحب، وافكار غريبة تانية كتيرة بتتزرع فيه، زي ان الراجل ما ينفعش يعيط ولازم يبقى ناشف. ايوه يا حاج، ناشف يعني يبقى قد المسؤولية، يتسند عليه، مش يبقى ما بيحسش وقاسي ويطلع اب جاحد وما عندوش قلب. ابنك عمل كذا وكذا، عمل حاجه ضايقته، الولد عنده 4 سنين راح واخد عصايه راح ضارب ابنه بيها، ما خدش باله ان العصايه كان فيها مسمار. مشكله بقى الولد كان المسمار كان مصدي فعمل غرغرينه في رجله ورجله دخل فيها تسمم، فاطباء اضطروا يقطعوا له رجله اليمين لغايه الركبه. انتوا عارفين القسوه والضرب للطفل بيعملوا فيه ايه؟ بيطلع عنده مشاكل نفسيه وعقد كتير، وبيبقى عنده سلوك عدواني يعني عصبي وما بيفكرش غير بالضرب، وبيبقى عنده عدم ثقه في نفسه، فتلاقيه دايما بيستقوى على اللي اضعف منه اللي هم دايما عياله واهل بيته. فبجد حسبي الله ونعم الوكيل. دي ساره بنت عندها 19 سنه، ابوها منفصل عن امها وامها كانت متجوزه وساره كانت عايشه معاها، لحد لما في يوم ابوها طلب ان ساره تعيش معاه، وابوها كان متجوز هو كمان. ولما راحت ساره عشان تعيش مع ابوها لقت مرات ابوها بتعاملها وحش، وابوها مش بيتفاهم غير بالضرب، وما كانش حتى بيضربها ضرب بسيط، كان ضربه دايما بيأذيها. ففي يوم ساره هربت من كتر التعذيب وراحت عملت محضر في ابوها انه بيضربها وبيعذبها، بس للاسف اهل القريه اللي هي منها واهلها اقنعوها انها لازم تتنازل عشان ده ابوها وما ينفعش تعمل فيه محضر. ورجعت ساره تاني تعيش مع امها، وابوها بعد فتره طلب انها تعيش معاه تاني، اتعهد قدام الناس انه مش هيأذيها تاني. وللاسف ساره وامها وافقوا على امل ان يكون اتصلح حال، ورجعت ساره لبيت ابوها، واللي ما كانتش ابدا متوقعه هو ممكن يكون مجهز لها ايه. واللي كان مجهزه لها هي اوضه من الطين عامل فيها حفره عشان تعمل فيها حمام. لا كتر خيره الحقيقه. واول ما دخلت ساره ربطها بالجنزير من ايديها ورقبتها، وده كله ما كفهوش عشان تفضل ساره تتعذب بالشكل ده 1 وشهرين لحد لما تفارق الحياة. ومن الجحود اللي ممكن تسمعوه في حياتكم الكلام اللي قاله الأب في التحقيقات، قال إنه دخل عليها لقاها بتطلع في الروح، فراح خرج وقفل الباب وراه وراح لمراته وقال لها باين عليها خلاص وهنخلص منها. بجد حسبي الله ونعم الوكيل. ولما ماتت ساره راح بيها ابوها المركز بتاع القريه علشان يطلع تصريح الدفن. هناك حولوه المستشفى المركز لما حسوا انه في حاجه غلط، ولما راحوا بالجثمان للمستشفى الدكتور بلغ لما حس ان في اشتباه في شبهه جنائيه. ولما تم الكشف الطبي عليها لقوا ان الاعضاء الداخليه متعفنه بسبب سوء التغذيه، واتقبض على الاب اللي الحقيقه ما يستحقش كلمه اب ولا يستاهل حتى انه يكون اب. الواحد لما بيشوف قصص الناس وياخد لحظة للتفكير يلاقي نفسه لازم يراجع تصرفاته مع أولاده عشان كلنا نطلع مجتمع سوي، أبهات وأمهات أسوياء، راجل لو اختلف مع مراته ما يعاقبهاش بالعيال، وأم ما تحرمش أب من عياله. وبس كده، ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة عشان نوصل ل10,000 مشترك قريب.